السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيات لحضراتكم، مساء الخير عليكم جميعا. ما تنسوش اول حاجة بنبدأ بيها الفيديو بتاعنا ان انتوا تصلوا على النبي في التعليقات، ولايك وشير علشان المعلومة توصل لغيرك بإذن الله. ودعواتكم لأحمد رفعت رحمة الله عليه والأمواتنا وأموات المسلمين جميعا، ودعواتكم لإخواتنا الفلسطينيين ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنهم. قبل ما نتكلم عن الصفقات، عايز اتكلم عن حاجة بسيطة. امبارح الكابتن سيد عبد الحفيظ اتسأل سؤال، والسؤال اللي اتسأله توقعاتك مين ياخد الدوري؟ كان مع مهيب الدوري الاهلي ولا بيراميدز؟ ورأيك في جماهير الزمالك اللي بتشجع اللي بتقول بنشجع بيراميدز. الراجل كان رد محترم جدا. كابتن سيد عبد الحفيظ قيمة وقامة، اقسم بالله بحييه على الرد. الراجل قال مش مهم مين ياخد الدوري الاهلي ولا بيراميدز، كده كده الدوري هيتنسي، ولكن المهم حق احمد رفعت لو اتنسى يبقى احنا ما نستاهلش نعيش، ولا نستاهل ان احنا نبقى بني ادمين. الراجل قال كلام كتير بصراحة، ولكن بنفس التعبير الراجل بيقول ما نستاهلش ولا يكون عندنا ضمير ولا نستاهل ان احنا نعيش لو حق احمد رفعت اتنسى. ده كان رد الكابتن سيد عبد الحفيظ على مهيب عبد الهادي، وقال له مش مهم مين ياخد الدوري اهلي ولا بيراميدز، الدوري هيتنسي، ولكن احمد رفعت لو حقه اتنسى يبقى احنا لا عندنا ضمير ولا نستاهل نعيش. برافو على الرد، قيمة وقامة الكابتن سيد عبد الحفيظ. وقال لسه الناس بتسأل مين ياخد الدوري، مش مهم مين ياخد، هيتنسي، المهم حق احمد رفعت ما يتنسيش. تحياتي للكابتن سيد عبد الحفيظ، قيمة وقامة، برافو عليك في الرد. اروح مع حضراتكم للاعب احمد القندوسي. القندوسي يا جماعة خلاص على اعتاب نادي الشمال القطري. كان اول عرض اتقدم للنادي الاهلي لشراء اللاعب احمد القندوسي كان 1.5 مليون دولار، والنادي الاهلي كان شايف ان المبلغ شوية، وان ازاي احنا جايبين لاعب زي ده، لعيب دولي جزائري، وجايبينه ب1.5 مليون دولار ونبيعوه بنفس الثمن، فلا مش موافقين على العرض. قام نادي الشمال القطري مقدم عرض تاني، قيمة العرض 2.200.000 دولار. هنا بقى يا جماعة النادي الاهلي خلاص عايز العرض يوصل على الاقل خالص ل3 مليون دولار، ولكن النادي الاهلي كده كده هيوصل لحل وهيبيع القندوسي. النادي الاهلي بيفكر في ان هو يرفع العرض شوية، وكمان يحط نسبة من اعادة البيع في العقد. النادي الاهلي هيعمل ايه بفلوس احمد القندوسي يا جماعة لو تم انتقاله لنادي الشمال القطري؟ النادي الاهلي زي ما بقول لك كده بناء على طلبات مارسيل كولر هيجيب اللاعب محمد علي بن رمضان. يعني لو القندوسي خلاص خلص رسمي، وده بنسبة كبيرة 99%، خلاص بيتم انتقال القندوسي لنادي الشمال القطري في الرتوش الاخيرة لاختلافات بسيطة. النادي الاهلي ساعتها هيجيب محمد علي بن رمضان، واعتقد ان 2.200.000 دولار مش شوية، ولكن النادي الاهلي عايز يوصل ل3 مليون دولار، وكمان نسبة من اعادة البيع علشان القندوسي ممكن ما يقعدش، وبعد كده يتم انتقاله من نادي الشمال القطري الى احد الدوريات الاوروبية، والنادي الاهلي يرجع يستفاد من نسبة اعادة البيع. يبقى هنا البديل هيكون محمد علي بن رمضان. القندوسي يا جماعة خلاص زي ما قلنا في الرتوش الاخيرة للشمال القطري. والضوء كريستو برضو في الرتوش الاخيرة انتقال اعارة لمدة موسم لنادي الرجاء المغربي مقابل 200,000 دولار برضو في الرتوش الاخيرة. اليو ديانج إدارة التخطيط شايفة ان هي ما تقدرش تستغنى عن لاعب زي اليو ديانج، ولكن بناء على طلبات مارسيل كولر ان هو عايز يغير في الاجانب شوية. محمد حسين حبيبي اخويا وحبيبي تسلم، عايز يغير في الاجانب شوية، فالنادي الاهلي وادارة التخطيط اقترحت ان هي تطلع اليو ديانج النادي الخلود السعودي على سبيل الاعارة وليس البيع. اعارة لمدة سنة مقابل 1,000,000 دولار. دي كلها فلوس برضو هتساعد النادي الاهلي في صفقات، وبنسبة كبيرة برضو اليو ديانج طالع. لحد الان يا جماعة بالنسبة للمهاجمين مفيش كلام خالص الا بعد مباراة بيراميدز. النادي الاهلي بيخلص بيخلص مع كذا مهاجم
وبيختار حاجه كويسه، ولكن النادي الاهلي موقف حسم ملف المهاجم، او ممكن يكون اتحسم، ولكن النادي الاهلي قافل على حته المعلومات لبعد مباراه بيراميدز علشان اللعيبه وتشتيت التفكير. تحياتي لحضراتكم، ما تنسوش تعملوا لنا اللايك والشير زي ما قلنا، وان شاء الله نقدر نوفيكم كل المعلومات الجديده، ودي المعلومات اللي قدرنا نجمعها وعندنا لحد الان. في اي جديد هنطلع نقول لحضراتكم. ما تنسوش اللايك والشير ودعمكم لينا. تحياتي لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.